عمرها ما طيبت طاجين زيتون والعروسة جديدة جبت لك طريقة سهلة. قبل ما نبداو نصلوا ونسلموا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. على بالي بلي ما كنتش تخيلوا هاد الطريقة. جبت البصل، جبت الثوم، جبت شوية حشيش ومعدنوس، موش على البنين، نص كاس تاع الزيت، فلفل الكحل، درت الكركم، درت راس حانوت تاع الزيتون، درت هاوليك راس الحانوت، الكمون عباكم، الكمون يمشي مع الزيتون. هنا جيت نرحي بهادي كي كونتيتي صغيرة ما حبتش. جبت ساشي تاع الدجاج هذاك اللي طيبوا الدجاج المحمر، عاود رحيته في هاد الصغيرة وحطيت الدجاج يعني كونتيتي اللي تحبوها وفرغوا فوقها هذيك لا ماريناد. من بعد شلوا هذيك لا ماريناد هذاك لو بول وديروه. جبت الزيتون بعد ما غليته 2 مرات، شوف طريقة كيفاش، وربطوا البنات. انا جبت هنا الزرودية، عاود فتحت ودرت الزرودية اللي تحب دير جلبانة كيما حبيتي. شوفي من بعد كيفاش ديري له يا بنتي، هكذا هزيه غير تما شتي، ما تلقاش اسهل منها. طفلة مولا تاع 15 سنة هذا لا ما راح طيب لميمتها طاجين الزيتون، يشد بعد الساعة ساعة وربع. شوفي في درجة وعد 200 درجة. اخزروا انا جات سخونة شاطرة نوريكم. تالمو اللي يعجبني وجا عنده واحد البنة مختلف كامل على اللي طيب في الطاجين، عنده بنة سبيسيال يا البنات صدقوني، بنين. شوفوا هذاك الشكل العزيز. يعني قلت لكم اللي تحب دير جلبانات دير، جربوا البنات قبل من رمضان. سلام.